السلام عليكم ورحمة الله. وحيد خليلوزيتش المدرب السابق للجزائر والمغرب يتحدث عن منتخبي الجزائر والمغرب، وأي منهما سيشجع في كأس الأمم الإفريقية، ومن المنتخب المرشح الأول للفوز بهذا اللقب أو المنتخب الأقوى في القارة حاليا. تصريحات نارية من وحيد خليلوزيتش عن منتخبي الجزائر والمغرب في هذا الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ ونشاهد ماذا قال لا تنسى الاشتراك معنا أخي الكريم في هذه القناة ولايك علشان الفيديو ده ينتشر أكبر عدد من الناس، واذكر الله وصلى على النبي. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. أشاد البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني السابق لمنتخبي الجزائر والمغرب. منتخب الجزائر طبعا قادهم في كأس العالم عام 2014 وقاد المغرب في كأس العالم عام 2018. أشاد بالمستوى الكبير الذي يقدمه كلا المنتخبين في الفترة الأخيرة، وخاصة في الوديات، وخاصة منتخب الجزائر. وتحدث وحيد خليلوزيتش لموقع وين القطري حينما قال أن منتخبي الجزائر والمغرب أو الإدارة الجزائرية والمغربية تعمل على تطوير الكرة بشكل عام من خلال تطوير المحترفين، وأن المنتخبين حاليا يمتلكون عدد محترفين كبير جدا في الدوريات الأوروبية. وقال أيضا وحيد خليلوزيتش: تجربتي الأفضل كانت مع منتخب الجزائر التي كانت من عام 2011 حتى عام 2014، وكانت تجربة رائعة جدا. تخطينا دور ال16 من كأس العالم وقدمنا مستويات ممتازة جدا جدا جدا. تجربتي مع المغرب كانت رائعة أيضا، ولكن الجزائر أفضل. حاليا هنالك مواهب جديدة في كلا المنتخبين. طبعا أشجع المنتخبين بشكل عام، وأعتقد أن المنتخبين من ضمن الثلاث مرشحين الأوائل للفوز بهذا اللقب. يدخل معهم منتخب مصر ويدخل معهم منتخب السنغال. شاركنا رأيك أخي الكريم في مقال وحيد خليلوزيتش، لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.